مساء الخير، مساء السعادة، مساء الورد، مساء الخير عليكم جميعا. كما راكم تشوفوا استقبلتكم بهذا الباقة الجميلة من الورود. لهنا كما راكم تشوفوا راني رايحة لدبي ورايحة بالتحديد المتحف المستقبل. رايحة نشوف صديقتي كانت عزمتني، رايحة نلتقي بها، صرنا فترة ملتقيناش. وبعدين في الليل لما رجعت للبيت قررت ناخذ الأولاد لدبي مول. صار لي فترة يا بنات ما رحتش لدبي مول، فترة كبيرة يعني ما رحتش لدبي مول. لكن لما وصلت لدبي مول اتفاجئت بالتغييرات يعني وضعوا أشياء جميلة وزادوا أشياء جميلة في دبي مول. ولهنا كنت مهولتها مع الأزهر الجلالي. يعني وش نقولك، ديما نتفكر ريحة بلادي ونحب صوته بزاف. لهنا كما تشوفوا راح ندخل لدبي مول ومع الأولاد طبعا فرحانين بزاف بزاف بزاف. وش نقول لكم يا البنات، لقيت كل شيء تبدل، كل شيء تبدل في دبي مول. كما تشوفوا راح نديكم لما ندخل لدبي مول تفاجأت باللي حطوا جناح الصيني. جناح الصيني فيه كل شيء، فيه كل شيء، أشياء خاصة بالصين يعني. تفاجأت يعني أخذوا مساحة كبيرة بدبي مول. لهنا هذه هي الدخلة تاع مواقف السينما المتواجدة بدبي مول. لهنا كما تشوفوا الأبراج، كما تشوفوا بدبي مول كيفاه. يعني الوجهة تاعي اليوم قررت أنني نروح وناخذ الأولاد يتفسحوا. ولهنا راني داخلة الباركينات كما كنت تشوفوا طبعا مع ريحة البلاد. وهذه اللي فاجأتني بزاف كان الجناح الصيني جديد بدبي مول. كما كنت تشوفوا حطوا كل شيء خاص فيهم، كل شيء خاص بالجناح الصيني. سبحان الله، يعني أشياء تلاحظوها كما كنت تلاحظوا معايا. شوفوا هذه نتاوعهم تاع تشاينا. لهنا هذه المبنى المعروف بالصين، اللباس نتاعهم، تقاليدهم، كل شيء كل شيء حطوه خاص بالصينيين. راح نخليكم تستمتعوا معايا البنات، وش نقول لكم، ما تنسونيش بلايك. لهنا البنات هذه المشتريات تاعي اللي اشتريتها من دبي مول كانت خاصتني صراحة، كانوا خاصيني. هذه الفرشاة اللي نغسل بها وجهي كانت خاصتني، كذلك كانت سماعة قطعوها لي ولادي اشتريت. واشتريت مرطب للوجه، كان يعني خلاص لي المرطب تاعي، فرحت اشتريت هذا المرطب بعد ما ننظف وجهي نستعمله كما كنت تشوفوا. واشتريت ليفة كانت خاصتني كذلك ليفة. واشتريت قلم تحديد العين مع رسم الحواجب، يعني 1 في 2 أو 2 في 1 عفوا. كما كنت تشوفوا البنات صراحة جربته وعجبني بزاف. وهذا اشتريته من كيكو، اشتريت حمرة من كيكو. ولهنا في اليوم الثاني كانت عندي صراحة مقابلة، فاضطريت أنني نروح أنا والوالدة بالمترو. كانت مقابلة عمل يعني صراحة. ورحت أنا والوالدة وديت ابني الصغير إن شاء الله. راح نوريه لكم مع مرور الأيام. لهنا اديت الوالدة والابن. وصار لي كذلك فترة مركبتش في المترو لأني نروح بالسيارة، فهذا المرة اضطريت نروح بالمترو. وقلت خليني نصور لكم يعني مشواري، ونصور لكم بعض المقتطفات كيفاش يعني كان يوم متعب جدا
جدا صراحة مع المترو والباص من عجمان لدبي كان متعب جدا، بس الحمد لله يعني رحت المشواري، وكان إن شاء الله مع مرور الأيام تعرفوا وين رحت، وش هي العمل اللي راني نقوم به بإذن الله. ولا هنا بعد ما رجعت للبيت كانت عندي طلبية معمول، فحبيت نشارك معاكم الطلبية هذه تاع المعمول. اللي هنا حطيت تقريبا 250 جرام زبدة بحرارة الغرفة، حطيت نص كاس زيت، حطيت ماء زهر نص كاس، حطيت سكر، حطيت كذلك فانيلا، وقعدت نخلط بالأصابع البنات كما راكم تشوفوا. دائما أنا نقول لكم خلطوا بالأصابع كما راكم تشوفوا. حطيت كاس نشا كذلك، وحطيت قطرات من الحليب، الحليب يعطيها طراوة. ولا هنا جبت كاس سميد ناعم، طبعا البنات سميد ناعم تحطوه، وحطيت كذلك بيكنج باودر. ولا هنا نسيت التصوير ونسيت حالي، كانت جاتني ضيفة فرحت نفتح في الباب، وبعد ما استقبلتها وكل شيء خليتها مع الوالدة في الصالون، وجيت نكمل في الطلبية تاع الناس. لهنا حطيت الطحين أو الفارينة بعد ما غربلتها البنات كما راكم تشوفوا، تغربلوها مليح البنات. وراك تشوفوا فيا كيفاش راني نخلط بالاصابع فقط. البنات لو كان تخلطوا بكف اليد ولا تعجنوها مليح راح تجيكم مشقه، ما يصلح لكمش المعمول. حتى وتحطوه في الصينيه اللي تدخل للفرن راح تنزل. فالبنات حاولوا تخلطوا بالاصابع فقط. جبت الطحين بعد ما غربلته كما راكم تشوفوا فيا، وراني نحط ونخلط بالاصابع كما راكم تشوفوا فيا البنات. الطحين كما يقول لك عينك يا ميزانك، ما تخلوش العجينه يابسه بزاف، خلوها طريه العجينه. ونسيت باش نقول لكم البنات، حطوا رشه ملح، حطوا رشه ملح باش يعدل لنا هذاك السكر. كما راكم تشوفوا خلطوا غير بالاصابع البنات. لهنا جبت عجينة التمر، حطيت لها شوية زيت، حطيت لها ماء زهر، وعجنتها بين أصابعي كذلك، وبعدين كورتها كريات صغيرة. لهنا راني نوريكم كيفاش عملتها. ولهنا جبت الأشكال اللي راح نعمل بهم المعمول، نحب نعمله بهذا الشكل أو بهذا الشكل. بهذا الشكل أنا يعجبني بزاف، كثير يعجبني بهذا الشكل. أنا لهنا كنت تشوفوا أخذت كيلت هذيك الكرات، العجينة كرات، وثقبتها في الوسط، وحطيت لها معجون التمر وسكرتها مليح، ودورتها مليح مليح باش تعطيني الشكل. ونحط بلاستيك على هذاك الشكل، ونعمل كما راكم تشوفوا البنات بين يديكم بشويه. شوفوا العجينه كيفاش راهي طريه، انا مخليتها طريه البنات. ونخليكم تتابعوا الفيديو للاخير. هذا شكلها النهائي بعد ما طلعتها من الفرن. غربلت عليها السكر باودر، وحطيت لها كذلك من الفوق شوية فستق حلبي، حطيت العسل وبعدين حطيت الفستق الحلبي الديكور. شوفوا المنظر كيفاش طلع بشهي، شوفوا هذاك المعمول، يعني المنظر يكفي لحاله. ولا هنا حبيت نخليه سامبل، حطيت له